التحليه اللي راكم تشوفوا فيها بزاف سهله وبنينه بذوق البنان والكيوي، على بالي كون تجربوها تعجبكم. فيها طبقات بسكوي خفيف وكحشو استخدمت كريمه دبلومات. اول حاجه بديت نخدم كريمه باتيسير. نتوما ضافوا المقادير اللي راح نقولهم اذا حبيتوا تزينوا بها الكيكه من برا. كاس حليب، 2 ملاعق كبار سكر عادي، 3 ملاعق كبار غير مملوءه نشا. نخلط بارد في بارد ونحطهم في النار يتماسكوا. من بعد نضيف ملعقه زبده وعيد اللافاني ونخليها تبرد. كي تبرد نضيف لها كاس ونص بودره شونتيي ونطلعها بالخلاط الكهربائي وتكون واجده معنا الكريمه. اما البسكوي فيه 2 حبات بيض، نص كاس سكر، رشه ملح، عيط اللافاني. طلعهم بالخلاط الكهربائي حتى يثقل ويبيض الخليط. نضيف له نص كاس زيت ندمج خفيف برك. من بعد هنا عندي كيس خميره الحلويات وزن 10 غرام مع كاس فرينه فرغته على دفعتين وبيناتهم درت 4 كاس ماء حتى تشكل معايا خليط خفيف كيما هذا. فرغته في قالب طويل، درت له ورق الطهي في القاعده ودهنت الجوانب بالزبده ورشه فرينه. طيبته على نار قليله في الدرج الاعلى للفرن. بعد ما يطيب نخليه يبرد مليح مليح. من بعد نقسمه على طبقتين. نجيب القالب هذا درت فيه ورق شفاف، حطيت طبقه من البسكوي وفي الجوانب شرائح عرض من الكيوي مقطع نصفين. نعمر الفراغات بالكريمه، شرائح البنان، نغلق عليهم بالطبقه الثانيه للبسكوي، نشرب الطبقه الثانيه بالحليب، نغلف كلش بالكريمه ونحطهم في المجمد حتى يجمدوا مليح. كي نخرجوها نقلبوها في سنيوه، وهذيك سنيوه يكون فيها ورق شفاف باش هكذا تجينا سهله العمليه. من بعد نحطوها في صحن التقديم. نعدلوا السطح بالاداه اللي تكون متوفره عندكم، برك لازم تكونوا دخلتوها في مسخون هكذا تضمنوا سطح املس. ونزينوها، تحبوا ديروا فوغاج الفواكه ولا تزينوا بكريمه الشونتيي ولا اي كلاصاج. وتكونوا كملتوا، لازم تجربوها.